لسه مكملين مع بعض الخدعه في رمضان على ميجا اف ام 92.7 نغم اف ام 105.3 شعبي اف ام 95 اف ام وراديو هيتس 88.2. احنا بنخلص رمضان داخلين على العيد. كل سنه وانتم طيبين. الاسبوع اللي فات كان يوم المرأة العالمي، عيد الام يوم 21 مارس وجاي مع عيد الفطر المبارك. كل سنه وانتم طيبين. وبشكل عام شهر مارس هو شهر المرأة، فطبعا احنا مش هنتكلم على نجاحات المرأة في مجالات كتيرة جدا جدا جدا. طول عمرها الستات ما شاء الله عندها نماذج للنجاح في البيزنس من زمان. يعني بيزنس صغير، اقول لك على حاجة، بس كنت تلاقي ست بيت عادية جدا 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 عندها مكنة خياطة اللي هي السنجر القديمة دي، وكانت تخيط قماش ليها ولأهل المنطقة اللي حواليها، وكانت بتعتبر بيزنس اونر صغيرة على قدها. كانت بتشتغل تحط هامش ربح كويس وتبيع، والدنيا اتطورت فبدأ يبقى في تجارة بشكل معين إلى إن احنا وصلنا إلى التجارة الإلكترونية أو الإي كوميرس. فالموضوع بقى أسهل بكتير جدا. النهاردة في عندك نماذج كتيرة قوي ناجحة، عندها لوكال براند قوي جدا جدا جدا، سواء طبعا رجاله او ستات، ولكن احنا هنا بنتكلم عن الستات اكتر النهارده. فهنا بيجي بقى دور امازون مصر، ان هم بيساعدوهم ان هم يكبروا يطوروا البراند بتاعهم ويبيعوا. لان انت في الاخر اللي مع ربنا بيمشي على الميه، بس لازم يبقى في الاخر معاك مركب. فالمركب دي هي امازون مصر، ان انت في الاخر بتبيع على منصه الكترونيه، تقدر ان انت تحط البراند بتاعك والبراند بتاعك يكبر ويساعده ان هو يتطور وهكذا. فحلقة النهاردة اعتقد هتبقى مهمة قوي لو حد كمان بيسمعنا عنده براند صغير وعايز يبدأ دلوقتي على طول. يعني اعمل ايه؟ يعني اروح فين؟ هو ازاي ان انا ممكن خلاص انا عندي منتج، طب اسوقه ازاي؟ ابيعه ازاي؟ وخصوصا الستات. انا معايا النهارده مها ثاقب، رئيس خدمات الفاشن سيلرز في امازون مصر. مساء الفل عليك يا مها. مساء الخير. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله 100 100. السنه وانت طيبه. معايا طيب. كمان نموذج براند مصري قوي جدا، الستات والبنات بيحبوه قوي قوي قوي، وعامل نجاحات قوية جدا جدا جدا. وبالمناسبة هو ما عندوش، زي ما بيقول، ما عندوش محل. يعني ما فيش محل في المول او في محل اللي انت ممكن تروحه، هو اونلاين بس. يعني النجاح ده كله من الاونلاين فقط. طبعا محقق مبيعات ما شاء الله ونجاحات قوية جدا جدا على امازون، وهو جيليز. معايا ساندرا عزب، الشريك المؤسس لجيليز. مساء الفل. كل سنة وانت طيبة. اخباركم ايه؟ 100 100. انا عايز اطمن بس على صوتكم الاول. مساء الخير. سامعنا كويس؟ ايوه كده فل. نبدا الاول مع ساندرا. قولي لي بقى جيليز ابتدى ازاي؟ يعني احكي لي ازاي امازون ساعدتك ان انت تكبري جيليز، ومش مجرد ان يكون بس انت بتبيعي عليه المنتج، لا ده في ثقه اتبنت بينك وبين العملاء. جيليز بدأ في 2020 وقت الكوفيد. الاي كوميرس الوقت ده كانت يعني بومينج جدا طايره. واحنا البيزنس ده اصلا قائم على مصنع والدي اسسه في التسعينات. اوكي. المصنع كان اصلا بيعمل مبني على تكنولوجيا الحقن والانجكشن والمولدنج او تصميم الاستنباط، وكنا بنشتغل فقط للاجزاء الجزمه، يعني ما كناش بنعمل برودكت كامل. اوكي. تطورنا مع الوقت وبقينا نعمل البرودكت كامل بنفس التكنولوجي دي، وده سمح لنا ان احنا نقدر ننتج منتجات معينه زي الرين بوتس اللي هي بوتات الشتاء للاطفال. دي بتهيألي الاشهر عندكم. دي الاشهر عندنا. والصنادل والشباشب الصيفي بتاعت البحر. أوكي. والشنط بتاعت البحر. كل دي المنتجات بتاعتنا. انا معلش عشان انا قعدت اذاكر بقى. انت الانجكشن بيساعدك ان انت تطلعي المنتج جزء واحد كله بالظبط وبكميات. اوكي. فبالتالي انا اقدر انتج، يعني لانه اي مصنع جزم بقى بيعمل جزمه عاديه مش رين بوت او مش بلاستيك. أوكي. هو بيبقى معتمد على اجزاء مختلفه بيقعد يعني يجمعها مع بعض في الورش من خلال تكنيشنز او صنايعيه. وطبعا الصناعه دي للاسف ما بقتش يعني منتشره قوي في مصر. أوكي. فالانجكشن هو حاجه بديله، بس هو مش بنعمل جزم جلد، بنعمل جزم بلاستيكيه. أوكي. بتطلع كلها جزء واحد، فدي طبعا بتبقى ديورابل ومريحه جدا وتنفع بقى تتغسل بسهوله مع الاطفال والتراب والطينه والميه والشتاء. انا اعتقد مفيش بيت في مصر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله المفروض يعني ما عندوش جيليز، وخصوصا بعد الحلقه دي. لازم. لازم. لا يعني انتوا بتبيعوا على امازون من 2020
مظبوط. امازون ازاي ساعدتك ان انت تطوري البراند بتاعك وتشتغلي اكتر وتبيعي اكتر؟ بما اني انا مصنع فانا مركزه قوي في الصناعه، فبالتالي الهادك بتاع السيلينج للبي تو سي او يعني للكاستمر النهائي، وخصوصا لو انا بتكلم ان انا التجاره الكترونيه او اونلاين، فحد زي امازون هو اكبر شريك اقدر اعتمد عليه شريك يعني شريك نجاح بالظبط. يعني ده اللي اقصده في التجاره الالكترونيه. هم من اول الوير هاوسنج بياخدوا الستوك اللي عندنا بيحطوه في المخازن عندهم، وبيقوموا بعمليه الفولفيلمنت والتوصيل يعني كل الكلام ده، وبيقدموا اعلى يعني خدمه. وحتى لما بيكون في مشكله في المقاس او كده فبيبقى سهل عليهم لانهم عندهم من الستوك. طبعا بالزبط. في بروسيس بتقدر تمشي من خلالها علشان من خلال الستوك يقدر العميل او العميله انها تبدل المقاس او يعني تغير المقاس. فده طبعا امازون هم يعني ساعدونا جدا في الموضوع ده، ان احنا نقدر ننتشر ونوصل ل ناس كتير بتشتري اونلاين. اوكي. وطبعا منصه زي امازون هي منصه يعني فيها ثقه ما بينها بالظبط بينها وبين العميل. طيب هنروح لمها بقى. يعني من كلام ساندرا كده احنا بنبيع ونسوق على امازون، ده اللي الناس شايفاه من بره، لكن انتوا بتساعدوا البراند انه هو يكبر ويبقى عنده نمو اكتر، وبتساعدوه اعتقد من خلال الارقام كمان اللي انتوا ممكن تكونوا بتساعدوهم. يعني مثلا ان المنتج ده اكتر حاجه بتتباع لان ده كذا، لان احنا بنقدر ان احنا في السيرش الناس بتدور بالاسامي الفلانيه. فقولي لي انتوا بتقدروا ازاي تساعدوا براند زي جيلز حتى لو براند اصغر بقى بكتير؟ طيب هو الاول بما ان امازون زي ما كانت ساندرا بتقول موجوده دلوقتي تقريبا في كل حته في مصر، كل بيت فيه تليفون عليه الابلكيشن امازون، بدوسه زرار شاف كل المنتجات، وبالتالي ده بيبقى لاي حد صاحب مشروع او صاحب براند هيشتغل معانا اكنه فتح مجموعه فروع في انحاء الجمهوريه كلها، وشغال 24 ساعه بطقم بيتحرك للخدمه بكل انواعها، سواء كحلول تخزينيه او شحن او حتى في الاخر خدمات ما بعد البيع بقى للمشترين وغيره. وبالتالي هو بيبقى هاندز فري، هو ما فيش اي حاجه بتحصل. وبيبدا بقى دورنا احنا هنا كدعم بائعين. احنا بنبدأ نشتغل على رحلة البراند او المشروع ده خطوة بخطوة. الاول بنفهم البراند ده بيقدر يقدم ايه، امكانياته ايه، هيوصل لايه او قدرته دلوقتي يعمل ايه، اندن بنحط خطة نمشي على الخطة دي بخطوات. بيبقى عندنا فريق دعم بيشتغل مع السيلر خطوة بخطوة، يسعر ازاي، يعرض المنتج ازاي، ايه الحاجات اللي العملاء بيدوروا عليها ومش عنده. وانتوا يسعر ازاي دي ان مثلا المنافسين باسعارهم عامله ازاي والمنافسين بره حتى في الاوفلاين عامله ازاي، فانتوا بتقدروا ان انتوا تساعدوهم كده بالظبط. اولا منافسين عاملين ازاي، بس كمان مش بالضروره يكون نفس برودكت، ممكن يكون اشباهه بيتباع على متوسط سعر قد ايه. المشتري بيدور على انهي برايس بوينت اتراكتيف، فساعات ممكن نطلع بافكار نعمل خطوط انتاج معينه باشكال معينه تناسب الناس عايزه تشوف ايه وتناسب الفئه السعريه دي ويبقى عليها اقبال بشكل ما، ونحدد بقى على اساسها خطه بقى هنصنع ازاي ونصوره ازاي وهننقله ازاي لامازون. وبعد ما ده يطلع لايف نبدا نشتغل بقى جرادوال على المبيعات ده، ومنها الانسايتس والافكار تتكرر لغايه لما نتاكد ان البيزنس بقى ستيبل ودائم وشغال طول الوقت على نفس المستوى. انتوا اكتر بتشتغلوا على فكرة التسويق للمنتجات لما بتلاقوا منتج فيه كمان بوتنشال كويس ان هو بيكبر، فانتوا بتبتدوا تشتغلوا معاه اكتر وتساعدوه اكتر وتطوروه اكتر. ده حقيقي صح؟ ده حقيقي، بس هي الفكره انه اللي انت قلته هو ده الصح، ان احنا قبل ما الايتم ده ينجح او السيلر ده ينجح او البرودكت ده ينجح احنا بنشوف البوتنشال ولا لا. فقد يكون لسه علامات النجاح مش ظاهره بالظبط، لو ظاهره اوفلاين ولا ظاهره حتى بس دي خبره بقى، يعني انت بتبقي شايفه حاجه هو ممكن يكون لسه بقيه السوق مش بس خبره. وساعات كمان بندي نفسنا فرص تجارب قد تكون صحيحه او لا، بس احنا وي ار اوبن ان احنا نجرب. فحتى لو انا شفت من وجهه نظري ان هنجرب شهرين 3 4 ونشوف هنوصل لفين، النوع ده من الانفستمنت امازون مستعده تعمله مع اي حجم بيزنس اي كان شكله ايه. فنكتشف طريقنا للنجاح، نكتشف ان في شويه تعديلات هنعدلها ونكمل طبعا. طيب ساندرا، انت جيلز بقى كجيلز الفكره جت منين؟ يعني انتوا خلاص انتوا مصنع وبتصنعوا وبتشتغلوا تمام، بداتوا الاسم نفسه البراند نفسه الفكره كده، ويحكي لي ما وراء الفكره. هو الحقيقه يعني انا اصلا يعني
دراستي ما كانتش بصراحه يعني ريليتد قوي للموضوع ده. انا أوكي. اصلا يعني شغلي كله في الابحاث الطبيه. انا أوكي. اصلا صيدله وماسترز بابليك هيلث. ماشي. بس انا طول عمري كنت بحب الماركتينج وبحب الحاجات الملونه، واكتر حاجه كنت بحبها حتى في شغلي فكره الكوميونيكيشن وفكره ان احنا نوصل الحاجه الحلوه للناس. فانا كنت يعني حسيت انه انا محتاجه اقدم الدور ده لوالدي يعني في الشغل. اوكي. فقلت له يعني احنا حتى اول برودكت احنا نزلناه كان ساندل اسمه ريترو على يعني هو عشان الصندل بتاعكم شكله اللي هو القديم بالظبط النوستالجيك. فانا كنت دايما بحس انه يعني الحاجه دي شكلها حلو قوي، محتاجه توصل للناس، بس صح. يتعمل لها ماركتينج وبراندنج وكوميونيكيشن صح يعني. حلو. فالوقت زي ما بقول لك يعني في كوفيد الوقت ده كان الوقت بتاع بقى انه كلنا قاعدين في البيت وكلنا بنفكر وهنعمل ايه بقى واحنا قاعدين كده. فانا فكرت انه يلا نعمل براند ونسميها جيليز لان هي جايه من جيلي يعني. فهي اكشلي ده الترم التكنيكال تيرم يعني اللي الناس بتستخدمه بره على المنتجات الشبيهه اي منتج بلاستيك كده بالظبط. فانا يعني قلت انه ده الاسم اللي هنطلقه على البراند يعني حان الان بالظبط. والحقيقه يعني كانت فكره يعني هو الكولوجز ده اللي هو كلوجز معلش بقى عشان بنسمع برضه شويه حاجات حلو. نتعلم الكلوجز بقى علمينا بقى. الكلوجز ده اللي هو الصابو يعني الجيل بتاعنا ما سابوه بس احنا لازم نواكب برضو الترمينولوجي الجلوبال يعني. الكلوجز ده اللي هو سابو، فبيبقى البارت اللي تحت بتبقى ممكن تبقى يعني كورك او بلاستيك او بيو. احنا بنستخدم يعني البيو. الكورك ده انا عارفه اللي هو خشب مضغوط كده بالظبط. بس هو الحقيقه الكورك يعني هو شبيه الكورك يعني. عشان نبقى صراحه لان الكورك بيبقى سعره غالي جدا طبعا. فده بيبقى حاجه شبيهه الكورك، حتى بنسميها فو كورك. وهي اصلا في الاساس بتبقى بيو او بوليوريثين. ومن فوق بيبقى جزء بقى يعني على حسب بقى. في ناس بتعمل كلوجز قطيفه من فوق زي البركنشتوك او يعني وات ايفر. هو موضه طالع موضه. فاحنا حتى يعني ممكن نكون مش ريليتد قوي ان هو كله يبقى جيليز، بس احنا بنحاول ان احنا نقدم برضو الحاجات اللي كل الناس اعتقد من الحاجات اللي انتوا بتبيعوها برضو بشكل كويس قوي الفتره الاخيره يعني. بالظبط. وفي منها اطفال كمان يعني. احنا بدانا احنا كمان يعني والدي ما كانش بيشتغل قوي في انا اللي عملت فكره الانتاج الرينج الاطفال يعني. وكنت حاسه انه الفئه دي ما حدش بيخدمها قوي في الصناعه وخصوصا في الفوتوير او في الاحذيه. فاهتمينا بيها وقالوا ما اهتمينا بيها لقينا اقبال يعني كويس قوي يعني. طيب انت والدك هو الجيل الاول الاساس بالزبط. ولا كان في قبله الجد؟ لا والدي هو المؤسس. واخويا مهندس وطور يعني بشكل كبير جدا يعني. كل التطور والتكنولوجي اللي محطوطه في المصنع يعني الفضل يرجع ليهم بصراحه. انا كل اللي عملته ان انا اشتغلت بس على الماركتينج وعلى ان احنا نبقى على كوميرس بلاتفورمز. بس لو بنتكلم على دور المرأة فهو فعلا يعني بلاش نقول ان دور المرأة هو فقط يعني هي المرأة اللي عملت كل حاجة. لا انا ما عملتش كل حاجة. انا I was just a part يعني من القصة علشان الامانة يعني. فهو الفكرة مبنية كمان على صناعة بصراحة well-established وخطوط إنتاج بتكنولوجيا عالية جدا. فاللي نجح الموضوع مش بس البراندنج والماركتنج اللي احنا عملناه، لكن إن الأساس كمان اللي معمول كان أساس مظبوط. والصناعة كانت يعني مظبوطة فقدرتي إن أنت تشتغل عليه صح يعني. بالظبط. طيب مها لما بيجيلك صاحب مشروع جديد أنت بتركزي على إيه؟ يعني إيه الحاجة اللي أنت بتقولي المشروع ده زي ما أنت قلتي لي عنده potential ده أنت بتشوفيه ازاي؟ انا لازم الاول اشوفه من عين صاحب المشروع. فاول حاجه ببقى عايزه افهمها هو بيفكر ازاي. هو اصلا ايه رؤيته، الهدف اللي عايز يوصل له، امكانياته اللي يقدر يقدم بيها دلوقتي ايه. ومن لما اشوف ده من عينه ابدا اماتش ده باللي احنا نعرفه عن السوق واحتياجاته، ونبدا نحط خطه منظمه حتى لو كانت صغيره في الاول بالامكانيات الموجوده مع الحلم مع السوق عايز ايه، ونجرب وبالخطوات ومع الوقت بنقعد نستفيد خبرات. انا عاجبني موضوع ان احنا نجرب ده يعني. دي احلى حاجه التجربه جدا. انا اصلا بحب ده. ولما عمرنا ما هننجح ونعمل اختلاف غير بالتجربه. والله انا بعمل كده وبفشل كتير جدا يعني. بالبلدي كده بخيش يعني اللي هو ايه بتبوظ مني حاجات. ولكن انا بشوف ان انا عمري ما هتعلم غير لو يعني ما يمكن اعرف اسوق يعني. وسربرايزنجلي يعني هو ده اللي بينجح يعني طبعا. عاده اي صاحب مشروع وصاحب فكره لو جاي وخايف مش قادر يجرب وما عندوش استعداد يجازف ما بيقومش.
اللي بيقوم اللي عنده استعداد انه يسمع ويجرب وياخد خبطه في الثانيه مش مشكله، اندان الامور بتشتغل بشكل كويس. طيب احنا لسه مكملين مع بعض. اي حد عنده بيزنس صغير، عنده برودكت هو بيشتغل عليه، عايز يسأل مها، هي موجودة معانا بنفسها اهو، مها ثاقب، رئيس خدمات الفاشن سيلرز في امازون مصر. وكمان لو عايز يستفيد بخبرات ساندرا عزب، الشريك المؤسس لجيليز، براند جيليز اللي هو مكسر الدنيا ده. يعني انا اصلا كان بسأل على واحد، انا ما كنتش عارف ان هو جيليز، فرحت قلت لساندرا هو ده جيليز. فهو لان كمان الشكل نفسه اللي انتوا بتشتغلوا عليه هو بقى ترند بشكل كبير، وانتوا كمان واكبتوا، فما شاء الله عاملين شغل جامد قوي. بمناسبه تخفيضات العيد، لما بيبقى في تخفيضات عيد انتوا كامازون مصر بتروحوا لكل السيلرز اللي موجودين وتقترحوا عليهم التخفيضات، ولا الموضوع ده بيحصل ازاي؟ لان ده مهم قوي بقى، يعني انا عايز تخفيضات. هو كده احنا بنكون مبلغين تقريبا السيلرز كلهم بخطتنا في التخفيضات على مدار السنه. بس في الحقيقه لا، احنا تمنا بيكلم السيلر، يمكن سيلر عشان مش بس نتاكد ان في تخفيضات كويسه، لا نتاكد التخفيضات احسن سعر كمان موجود في السوق. فده بيتطلب ان احنا يبقى في نقاش كبير عن ايه السعر الصح وليه نحط ده وليه ننزل بده، بس في الاخر بيكون هدفه ان احنا نتاكد ان ده افضل سعر وان هو ده اللي المشتري بيدور عليه. طيب امازون مصر ازاي ممكن يبقى في حد بيبيع المنتج بتاعه على امازون مصر؟ يعني هل انتوا مثلا اللي بتتواصلوا بتلاقوا مثلا برودكت مسمع؟ ناس دلوقتي بتشتغل ببساطه، يعني بيروح عامل بيج ولا اكاونت على انستجرام او فيسبوك ويروح منزل فيه المنتج بتاعه، خصوصا لو لسه حد في البدايه. يعني احنا بنتكلم على جيليز هو براند شغال كويس، عنده مصنع بدأ يكبر لغايه لما انتوا حققتوا له نجاح اكبر بكتير. لكن لو احنا بنتكلم على ناس بسيطه عملت مشروع صغير او عملت حاجه صغيره، هل انتوا لما بتلاقوا حاجه معلمه قوي فتبتدوا انتوا تتواصلوا معاهم، ولا الناس بتتواصل معاكم ازاي؟ بص، احنا عندنا طريقتين. في طريقه واي حد يقدر يوصل لنا بيها، يقدر يدخل ويسجل حساب بائع ويبدا يبيع على طول. لكن احنا عندنا فريقنا، التيم بتاعنا، دورهم جزء كبير من دورهم ان هم ينزلوا يدوروا على قصص النجاح اللي موجوده في السوق. ايا كان حجمها ايه، ممكن تكون قصه نجاح او زي ما قلنا قبل كده هتبقى قصه نجاح. وبيبدا بقى يشوف ايا كان حجمه، ورشه صغيره، مصنع كبير، بيبيع على صفحه، بيبيع في بازارات، بيبيع في محلات وعنده تشين بس عايز يظهر اونلاين ويبدا يتحرك، بيصنع بس للغير وعايز يبدا يعمل لنفسه براند واسمه. ايا كان شكله وحجمه ايه، عندنا تيم بينزل يدور في كل مجال. ففي مجموعه بتدور في الفاشن، مجموعه بتدور في حاجات المنزل، مجموعه بتدور في حاجات البيوتي، ايا كان نوع البرودكت ايه. وبنحاول على قد ما نقدر نوصل لاكبر مجموعه ممكنه نقدر نطلع بيهم بنجاح بقى وقصص بعدين. وبتساعدوهم بقى ان هو يصور المنتج، يصوره ازاي وينزله. اصل احنا عندنا خلي بالك في حاجات كتير قوي، مثلا يعني في الفيوم مثلا الحاجات اللي هي بتتعمل بالفخار والحاجات دي كلها، انا عارف ان في منتجات كتيره بتتباع على امازون مصر منها. بس قصدي احنا عندنا ناس كتيره قوي بيصنعوا كسبلاير، لكن هو مش براند. بحس ان هو يبقى عنده غيره كده، اللي هو طب ما انا كمان بقى، طب ما يعني اشتغل انا كمان، انا اعمل اسم واعمل حاجه وابيع واشتغل. فدي في نماذج كتيره قوي. ودي حقيقه. هو فعلا الفتره الاخيره كتير قوي من اصحاب الاعمال اللي كانوا قافلين البيزنس بتاعهم على انه بيصنع للغير، ابتدى يقرر ان هو يطلع ببراند يخصه ويقدر يحط فيه بقى كل افكاره وابداعه ويبقى اسمه اللي بيوصل مباشره، مش اسم حد تاني. بالظبط. وايا كان هو كان قادر ولا مش قادر، خطوات بقى تحقيق ده زي ما انت بتقول، من اول الصوره لغايه ايه الكلام اللي هكتبه على المنتج، لغايه انا هوديه يتخزن فين، هيتشحن ازاي، هيسبلاي كميات شكلها ايه، حافظ عليه ازاي مثلا لو حاجه هتتكسر، حاجه كل الكلام الجيرني دي بناخدها معاه خطوه بخطوه. التيم بتاعنا من اول ما الراجل بيعمل ريجستريشن او بيسجل حسابه عندنا بيبدا يمشي معاه بقى الخطوات دي كلها ستيب باي ستيب. في حاجات احنا بنقدمها كمان باكسبشن، نقدمها خدمات مجانيه. ففي بعض الاحيان ممكن نعمل لك احنا التصوير، ممكن نعمل لك تغليف، ممكن نعمل مجموعه من الاجراءات، او ان انا هدربك وهديك كل المعلومات الكافيه ان انت تقدر تقوم بده بالكامل على البراند بتاعك او على المنتجات بتاعتك. طيب ساندرا، بحب قوي الولد اللي هو بيعمل فيديوهات اللي هو بيدخل على العربيه ويقول لهم انا بكلم البيزنس اونر عايز اعرف انا عايز اللي هو انت كبيزنس اونر بقى النهارده اكيد واجهتي تحديات كتيره جدا، خصوصا ان انت بنت،
فالبنات دايما بيبقى المشاريع اللي بيعملوها كبزنس وهي مشاريع محدوده، اللي هو تعالي نفتح حضانه مثلا يعني تعالي بما انك صيدله واشتغلتي في الابحاث العلميه، طب ما تيجي نشتغل نفتح صيدليه. انت اخترتي المجال اصعب وتشالنج طول الوقت، لان انت مش مجرد ان انت بتعملي حاجه وتبيعيها وشكرا خلاص، لا انت طول الوقت شاغله بالك بالسوق، بتسافري وتشوفي بره ايه البرودكت اللي موجود، الماركات العالميه بتعمل ايه عشان ابتدي انا اعمل اللوكل بتاعي يبقى بينافس كمان الماركات العالميه. فاحكي لي بقى عن التحديات بتاعه الرحله. بص، هو انا برضو رحلتي يعني كان في معطيات اوريدي، زي ما كنت بقول لك انه اوريدي كان في حاجات متأسسة. فانا دايما بحب انه يعني مش لازم نبتدي كل حاجه من الصفر. يعني ودي يعني دي نظريه ما كانتش عندي وبقت عندي بالعكس، يعني تبنتها انه احنا ليه دايما لازم نبتدي كل حاجه من الصفر. في حاجات اوريدي ممكن نكمل عليها، واحنا كجيل ممكن نضيف عليها بقى التفكير بتاعنا واللي احنا درسناه نقدر نطبقه يعني. فانا كنت شايفه انه يعني الوالد اوريدي بدا شغل وحط فيه انفستمنت وافورت كبير قوي، واخويا كمان. فاحنا حتى كمان عملنا شركه لوحدنا علشان نقدر ان احنا نشتغل بطريقه برضو مختلفه. التحديات طبعا من اول الهايرنج، وانك تدير ناس، وانك تتعامل برضو مع ناس من خلفيات مختلفة وتفكير مختلف وتصادم الآراء يعني كل ده طبعا من التشالنجز اللي احنا شفناها. فكرة ان احنا اصلا نبقى اونلاين دي برضو ومش شايفين العميل، دي من التحديات الكبيرة جدا. انتوا ما بتفكروش خالص تفتحوا ستور محل؟ يعني في الوقت الحالي ما فيش بلانز يعني، بس فده برضو وكل ده برضو علشان اقدر ان انا اوفر للاند يوزر سعر كويس يقدر ان هو ما يبقاش يعني بالنسبه له. يعني انت قصدك ان الاوفلاين او المحلات هتبقى بتحمل على العميل في الاخر بالظبط بشكل كبير. ف يعني انا برضو مع نظريه ان احنا نورك سمارت بطريقه، يعني التكنولوجيا سمح لنا بحاجات كتير ليه احنا مش بنستفيد منها طبعا. فدي يعني المعطيات دي كلها ممكن تكون سهلت الرحله بشكل كبير. بس طبعا كبزنس اونر فكره ان الواحد يبقى عنده مواعيد عمل دي مش موجوده، يعني ما فيش حاجه اسمها مواعيد عمل. ده كمان بيساعد ان انا بعمل بقى شغلي في اللي انا اوريدي درسته وكنت عايزه اكبر فيه. فده برضو يعني ان انا ابقى بعمل حاجتين في نفس الوقت، ده مجهود صعب قوي. يعني دي من التحديات اللي احنا شفناها. فكره برضو تطوير المنتج. احنا بنسافر يعني على طول، بسافر المعارض في ميلانو اشوف الموضه ايه، نشوف ايه الجديد اللي ممكن نقدمه جديد. اي حاجه. انتوا بتصدروا ولا لسه ما صدرتوش؟ يعني في الخطه يعني. اصل انا حاسس ان المنتج بتاعكم تحديدا افريقيا مثلا هو محتاجاه جدا. احنا السنه اللي فاتت كنا في معرض في لاس فيجاس يعني في امريكا، والمنتج والاسم كمان لقى يعني اقبال حلو جدا. يمكن تكون بس الاوضاع دلوقتي العالميه شويه مصعبه فكره التصدير. بس احنا منتجنا مش متشاف بس في مصر، احنا منتجنا متشاف من بلاد عربيه كتير وبلاد بره مصر. فاحنا بنشتغل واحده واحده ان احنا نحاول نكبر ونطلع على الانترناشونال. واحنا ممكن نساعدكم في الرحله دي. يلا بينا. يلا بينا. تقدروا بقى تحطوه على امازون، لان هو امازون مصر كده هو ستور مفتوح لاي حته في العالم يقدر ان هو يدخل على امازون مصر وبيتشحن له بره. يعني التكنيكاليتيز بتاعتها مختلفة شوية، بس هو احنا حاليا عندنا توجه بما ان مصر فيها صناعات كتيرة قوي ومميزة، وتكلفة الانتاج بتاعتها بتخلي سعر المنتج افوردبل قوي حتى لو تصدر. فاحنا دلوقتي بنحاول نساعد اصحاب المصانع اللي ممكن يكونوا موجودين في مصر وعندهم قوة انتاجية تسمح بالتصدير، ان احنا نخليهم يبيعوا على امازون في بلاد تانية، منها في الميدل ايست ومنها امريكا وبعض البلاد في اوروبا. بنساعد بقى في شويه تاكتكس بتاعه اوبريشنالي هنمانج ده ازاي، يعني ازاي ممكن نفتح لك حساب هناك. يعني ممكن تبقي بتاخدي ستوك وتحطيه في امازون امريكا مثلا على سبيل المثال. ليها بقى طبعا طرق كتير في الستوك ده هيروح ازاي، هل هيبقى من هنا ويتشحن باي اوردر ولا لا. بس يعني بعيدا عن التفاصيل دي، الرحله نفسها بتاعه اصلا هسجل ازاي وهعمل ايه وازاي هوفر الطريقه اللي هشحن بيها ان كان نوعها ايه وغيره، احنا نقدر نساعد فيها خلال الرحله كلها عشان نساعده يطلع بره. احنا بنتكلم
بتتكلم على شراكه ما بينك وما بين السيلر، يعني هي مش مجرد ان انت بتقدمي له خدمه علشان في الاخر احنا كاند يوزر نستمتع بالخدمه دي، لا انت بتعملي شراكه ما بينك وما بين البياع ده، ان انت عايزين نكبر ونوصل. واحنا بقى بيسموها في الشركات الR&D كمان، انت طول الوقت انت الR&D بتاعك بتقدري تديهوله علشان خاطر هو يقدر يستفيد ويكبر. احكي لي على قصص نجاح انت فاكراها، وسلام بقى لو من ستات. بص، هو قصص النجاح في امازون كتير قوي، بس انا في قصه قريبه من قلبي طبعا بعد ساندرا. بس في قصه قريبه من قلبي قوي، ست مصريه في الحقيقه ل3 اولاد. وكانت طول عمرها ست بيت. قابلتها بالصدفه في واحده من محافظات مصر، كنا عاملين هناك توعيه يعني على الاي كوميرس، ولفت نظري قوي ان هي كانت شغوفه جدا تفهم هي ممكن تعمل ايه، يعني كان نفسها تعمل براند وتبدا تشتغل بشكل قوي. ولما لقيتها شغوفه كده وجايه بتقولي بس مش عارفه ابدا منين، قلت لها لا تعالي بقى نجرب مع بعض من الاول. فبدانا بقى نحط افكار بسيطه، هنسمي براند ايه، طب هنصنع حاجه شكلها ايه. فبقينا ندخل على اونلاين ويب سايتس او سوشيال ميديا وننقي موديلات ونقول طب نجرب الموديل ده، طب بعد شويه نجرب موديل تاني، هننتج من ده 5 بس، من ده 10 بس. وبعدين بدات العجله ترن، تسعير صح، وابتدينا ناسس الانسايتس بقى بتاعت المشترين، عجبهم ولا ما عجبهوش، نعدل الموديل، نحسن سعر، نزود منتجات. النهارده تقريبا يمكن 5 سنين، وهي دلوقتي من التوب براندز في الفاشن في امازون. ولسه حاطين لها خطه ان تتضاعف في البيزنس بتاعها في السنين الجايه. الحقيقه القصص دي موجوده كتير، ما بتشتغلش، ما فيش بقى لا خط انتاج ولا حاجه، هي بتشتغل لوحدها. في خط انتاج بتجيب منه يعني ريلاتيف ما بتروح تاخد منه بضاعه بشكل معين، عشان كده هي بتقدر تتحكم في شويه انها تغير الموديل على مزاجها، انها تعمل فيه تعديلات. برافو والله. وهي دي الميزه انها قادره تعمل ده. وفي الحقيقه قصص النجاح دي موجوده كتير قوي، ومش بالضروره تكون حد بدا من فكره صفر خالص. فعلا زي ما كانت ساندرا بتقول، احنا عندنا قصص نجاح بتاعت ناس كانت بادئه بدايه موفقه صغيره بس عايزه تكبر قوي وتنتشر، وفي عندنا ناس جاينتس عمالقه في التصنيع ولكن عمرهم ما دخلوا للسوق المباشر، البيع المباشر للمشتري، فعايز نعمل لنفسه اسم ويدخل السوق يعرف الناس بيه ويعرض منتجات قيمه. كل دول بالنسبه لنا قصص نجاح. وفي اسامي كتير قوي امثله موجوده على امازون دلوقتي. هتلاقي في الفاشن مثلا بافو، براند كان لسه طالع جديد، طلع في شارك تانكس لو تريكول. هتلاقي ده اللي هو بتاع الماجنت تقريبا. لا، بافو ده بتاع هدوم وشنط. وفي برضو في الملابس عندي انا على امازون هتلاقي براندات رائده زي دالي جينز، وهتلاقي تستاتور، وهتلاقي الميسيري، وهتلاقي فورس بتاع باك باكس. كل دي مصانع وورش محليه. هتلاقي نفس الكلام في البيوتي، هتلاقي باركفيل وفيفيلين. هتلاقي في حتى منتجات الطبخ، الحلل والكلام ده، هتلاقي فيه لازورد ايجيبت. هتلاقوا ناس في التولز، ناس في السبورتس. فالنجاح كمان موجود، مش بالضروره يكون فاشن براند او فكره طبعا. ممكن يكون اي برودكت تايب تاني شغال بنفس الطريقه، حتى لو كور البيزنس بتاعه مش حاجه بتتصنع بايده مباشره، بس كلها في الاخر قصص نجاح. لا احنا محققين كمان نجاحات قويه جدا في على ذكر البيوتي والكوزماتكس وكده في الحاجات المصري. لا احنا عاملين نجاحات كويسه جدا في براندز كتيره قوي قوي. ويعني احنا في البيت في حاجات خلاص احنا بقينا بنستخدم اللوكال براند وبقينا بنحبه اكتر من اي حاجه تانية ممكن تبقى. والكواليتي بتعمل كومبيتيشن عاليه جدا بالمستورد، ويمكن بتفوقها في الجوده بالظبط. فان ده كله كمان العميل نفسه، يعني انا بالنسبه لي ان انا بقيت على امازون بشوف كل الحاجات دي، فده بالنسبه لي انا كعميل حلو قوي بصراحه. بيبقى مهم قوي ان انا شايف كل الحاجات فاقدر اقارن. ساعه التخفيضات بقى، ودي مهمه ان انا الاقي ده عليه خصم كذا، لا ده عليه خصم كذا، لا ده برايم، ده مش برايم. وده برضو بيفرق معانا. انا بكلمكم من وجهه نظر العميل برضو، لان في العميل في الاخر مهم قوي بالنسبه له الكواليتي، اللي هو المثلث، الكواليتي وسرعه التوصيل والسعر. طبعا ده حاجه مهمه قوي. ساندرا قولي لي ايه الحاجه اللي بتخليكي متحمسه لسه ان انت تكبري واكتر واكتر؟ لسه كنا بنتكلم على التصدير وغيره. يعني كل ما في احتياج في السوق، وكل ما بنشوف بصراحة برضو موضة، وبنشوف حاجات حلوة بتتصنع يعني بره، واحنا عندنا الامكانيات، فده بيشجعنا ان احنا نقدم منتج احسن، ومنتج شكله احلى، ومنتج مريح اكتر. فطول ما في تكنولوجي وطول ما في كرياتيفيتي، فدي حاجة already inspiring enough يعني.
الفيدباك الحلو بتاع العملاء، ان العملاء فاكر مبسوطين. رساله جات لك من عميل يعني غيرت كده ساعات الحاجات دي بتفرق معاكي؟ احنا بيجي لنا رسائل كتير جدا وفيدباكس وريفيوز على الويب سايت وعلى امازون، بنشوف ريفيوز حلوه جدا. ده بيشجعنا انه احنا يمكن دي اكتر حاجه بتشجعنا انه لا الناس مبسوطه من المنتج، فده بيخلينا عايزين ننتشر اكتر ونقدم منتجات اكتر وكل ده حاجه مهمه قوي. طيب مها، احنا الاسبوع اللي فات كان يوم المرأة العالمي زي ما انا قلت، والشهر ده شهر المرأة. قولي لي ازاي امازون مصر بتدعم المرأة في يوم المرأة العالمي؟ بص، دعم المرأة في امازون في الحقيقة مش يوم، يعني ده جزء اساسي من وظيفتنا كل يوم. زي ما احنا هدفنا ان احنا ندور على قصص نجاح ونساعدها تكبر، خاصة بقى لما بيكونوا ستات الموضوع بيكون مختلف قوي عن اي قصة نجاح تاني. وفي الحقيقة احنا بنحاول بقدر الامكان ان ندعم الست ايا كان ظروفها ايه، انها تقدر تحقق حلمها وهي قاعدة في البيت. وبالتالي بنحاول نقدم عملية بيع سهلة، اجراءات وتفاصيل هتطلع ازاي وتبيع ايه، والمنتجات بتاعتها ما فيهاش تعقيدات، اوبريشنز واداره للمخزون وايه رايح وايه راجع. وبالتالي تبقى قاعده في البيت، كل اللي بتعمله انها بتحط افكار وبتنظم الافكار دي، واحنا بنساعدها انها تطلع للناس وتبدا تتحرك. فده بيبقى بيحصل كل يوم، ومش في الحقيقه بقى بيحصل مع سيرفيس بس، حتى جوه امازون احنا عندنا قصص نجاح بتاع ستات قيادات كبيره على مدار السنين قدروا يادوا فاليو للمجتمع، مش بس على مدار السيرفيس. فامازون بالنسبه لها دعم المراه دي جزء اساسي من حياتها يوميا، سواء كان بائعين او سواء كان على مستوانا احنا كموظفين في امازون. هو احنا في 2026 يا سندرا لما بنيجي نتكلم كده، هل فعلا ممكن تبقى الناس بتبص ان لا ده اللي بتشتغل على البراند دي واحده ست او راجل او كده، ولا خلاص خلص الموضوع ده؟ لا بصراحة لا حاسة، لا يعني حاسة ان المجتمع انت اللي تقول برضو، يعني انت اللي تقول. لا انا عايز اسمع منك. انا بحس ان لا في اوقات احنا عندنا زي بالظبط كده لما بيبقى حد سايق عربيه فتلاقيها بتسوق وحش قوي وانت لسه مش شايفه مين اللي سايق، اكيد واحده ست على فكره اللي سايقه. لا ده ما بقاش خلاص. بس انا عايزه اقول لك ان احنا في المصنع في المصنع عندنا معظم القائمين اصلا على الشغل سيدات. فدي يعني بما اننا بنتكلم على اليوم العالمي للمرأة، فهم اليوم كل الشكر وكل يعني يعني مشكورين جدا على المجهود اللي بيقوموا بيه، واللي ورا المنتج ده يعني ورك، يعني تيم ورك حلو ما بين رجاله وستات. لكن ان الست ما بتقدرش تعمل منتج، لا ده مش صحيح. او يعني ده احنا كمان يعني والدي طول الوقت كان شايف انه يعني الستات شاطرين جدا في الشغل، وهم عندهم يعني توليرنس اعلى ومركزين في تفاصيل اكتر. بالظبط طالما الفكره وابداعها ست اكتر من راجل. فدايما هتلاقي حتى البراندات اللي ناجحه قوي هتلاقي ورا الفكره ورسمتها وتخيلها ست، رجاله ممكن يكونوا بيساعدوا طبعا وبيقوموا طبعا دورهم كبير، ولكن الفن دايما هتلاقي وراه ست. المخ والعضلات ممكن يعني المخ الست والعضلات الراجل. السيكتور اللي احنا بنتكلم فيه ده الفاشن بالذات محتاج يعني اللي هو الحته فيها التيست بالظبط، الالوان، الموضه ايه، التفاصيل ايه اللي هيعجب. كلوجز ونعمل كلوجز بقى كلوجزات بقى. عايزين كلوجزات بقى في الدنيا. بالظبط كده. احنا معلش بقى ادخل في حته بس بما انك انت شاطره في الحته دي، هي الكلوجز والسليبر الطبيعي في بقى حاجات تانية، في حاجات في يعني التفاصيل دي بقى الساندلز ده والبلاتفورمز دي بتبقى يعني بيبقى زي برضو النعل بتاع الحاجه البلاتفورم بيبقى واخد كده شكل معين. في حاجه اسمها ويدجز، يعني دي تفاصيل كتيره قوي بقى في التكنيكاليتيز يعني. بس في العموم بتكلم على الستايلز هي السليبرز، الصنادل او الشباشب او الفليب وفي فليب فلوبس اللي هي سلايدر من غير صباع، سلايدر اللي هو ودي كيورد سليبر فيه وش بس كده مش يعني كده يعني. وبعدين الساندل اللي هو مقفول من ورا. طب وده معلش ده فرق بينه ايه وبين الكلوجز؟ لا الكلوج مقفول من قدام ومفتوح من ورا. السلايدر شبشب صوابعك باينه فيه عادي وفي من فوق اللي هو الشبشب الطبيعي، الشبشب العادي ده اسمه سلايدر. اسمه سلايدر ما تهزريش كده سلايدر كده زمان. هي دي خلي بالك كل دي كي ووردز يعني كلهم شبشب على فكره كلها يعني زمان كل دول شبشب. كل شبشب لا كان في اللي بصباع ده كان زنوبه، كان اسمه زنوبه بس ده زمان قوي. لو كتبت زنوبه على امازون مش هتلاقي حاجه. انتوا ازاي الكي ووردز دي بقى اللي
هي بتاعه السيرش. ازاي يعني مثلا هل ساندرا كبراند بتقولك ان انا بيجي لي كي ووردز مثلا معينه الناس بتسيرش على المنتج بتاعي بالشكل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ممكن ندخل في حته كده، عايز اعرف، لان انا اوقات ببقى بفكر في حاجه بعيدا ان دلوقتي احنا عندنا امازون لينس دلوقتي على الابلكيشن دي، انت بتصوري بيها اي حاجه عجباكي وبتدخل هي بتجيب لك كل الحاجات اللي في الصوره منتجات موجوده على امازون. بس انا في السيرش نفسه ساعات بكتب اللمبه اللي بتنور مش عارف ايه، فبلاقيه بيجيب لي فعلا الحاجه اللي انا عايزها. انتوا ازاي الكيوردز دي بقى بتشتغلوا عليها؟ بص هي ميكس ما بين حاجتين، في جزء بنبنيه واحنا بنبني كتالوج، عشان كده كنت بقول لك احنا بنساعد نبني كتالوج ازاي، لان الكلمات اللي بتتحط جوه مواصفات المنتج دي جزء منها كبير بيلينك تو الكلام اللي المشتري بيدخل يسيرش بيه. والجزء التاني هو ان لما المشتري باي براكتس بيسيرش على حاجات معينه فبيدخل يدوس على منتجات بشكل معين، فالسيستم بيربط ان الكلمات دي هي المنتجات يعني دي، كأن ده الالجوريثم بتاعه يعني. اوكي فالاثنين مع بعض يحسنوا بقى السيرش، وبيقعد يتعلم لوحده كل شويه، فبعد كده اي حاجه هتفكر فيها تكتبها باي طريقه الاكونت بتاعي نفسه بقى بيتعلم انا بحب ايه الاول بشكل عام امازون كلها متعلمه الناس بتدور ازاي على ايه، وبعد كده على الاكونت بتاعك تلاقي بقى يبدا يطلع لك ريكومنديشنز بالحاجات اللي انت متعود تدور عليها وبتبص عليها كتير، فيطلع لك جزء من الانترفيس حاجات معينه مرتبطه بيك انت كشخص، البيهيفير بتاعك ايه. موضه السنه دي جيليز هتبقى عامله ازاي؟ اشهر حاجه حسها في الصيف السنه دي هتبقى عامله ازاي؟ احنا يعني السليبرز والساندلز مكملين معانا كده انتوا ده من اول يوم مكمل معاكم. في ساندل كده يعني اسمه إلما على امازون، او شبه البيركنستوك، هي دي الموضه الشبيهه للبيركنستوك يعني. طبعا مش عارفها، بس اللي هو 2 كده بأبزيمين واللي بيبقى ليه فوت باد او بيبقى ليه كده نعل شبه الكورك. اوكي هو شبه الكلوكس بالظبط بس مفتوح. ايوه فده بقاله كذا سنه، وبيبقى واخد الشكل بتاع الساندل اللي هو بالظبط. بيبقى شريطين بأبزيمين. حلو قوي. ده اكتر حاجه يعني من البيست سيلرز اللي عندنا على امازون. وشنطه البحر جايه، استعدوا بقى، استعدوا لشنطه البحر. طبعا كانت ترندنج قوي السنه اللي فاتت، واظن السنه دي يعني هتبوم بالظبط ان شاء الله باذن الله. انتوا نورتونا وشكرا جدا جدا جدا، وكلام لذيذ كله، وانا مبسوط والله بجيليز، ومبسوط ان انت بتحبي البراند بتاعك وعايزه تكبريه اكتر واكتر ويحقق نجاحات كده اكتر واكتر. ويعني ناس كتير اعرفهم بالنسبه لهم هو حاجه من الحاجات المهمه قوي، لان هو كمان في حاجه وانت اكيد عارفاها، الديورابيليتي بتاعته عاليه، يعني ممكن يبقى بيقعد معانا 2 و3 وحاجات كده. انا في حاجه الناس بتبقى عايزه تجدده بس. احنا في حاجه ما قلتلكش، انه المواد اللي احنا بنستخدمها اصلا هي مواد يعني قابله لل اعاده التدوير كمان. فانا الويست اللي عندي ما يعني ما عنديش كل الويست كله بعيد تدويره. وفي نفس الوقت الديورابيليتي بتاعت البرودكت بتبقى يعني بتقعد بكذا سنه، فالمنتج يعني تحس ان انت عملت فيه انفستمنت. يعني ممكن اعمل تريد ان للمنتج القديم. هنعمل بروجرام ان شاء الله كده، بس لو امازون ايوه المفروض سستينابيلتي ايوه احنا شغالين فعلا على ده. لا هو ده انا عايزه اقول لك هو ده اوريدي يعني بروجرام احنا هنعمله على الويب سايت عندنا. بس يعني محتاجين نشوف ممكن ازاي نعمله على امازون كمان. بس انا اوريدي كل يعني المخزون بتاعي اللي مش بيشتغل او لو عايز بعيد تدويره وبستخدمه تاني ان انا اعمل برودكت تاني يعني. بس انا والله افتكرت بخصوص القصه دي لازم يبقى فيه لويالتي بروجرام لكل المنتجات، ان طول الوقت انا المنتج بيحصل الجديد. فانا عشان كمان ما اروحش المنتج تاني منافس، طب ما انا عشان افضل معاك اعمل لي ان انا ادي لك القديم زي العربيات. يعني تبقى العربيات انا نفسي يبقى احنا واصلين لحته في العربيات ان انا ادي لك العربيه القديمه واخد العربيه الجديده وادفع فلوس قليله جدا. ساعات بياخدوا فلوس كتير قوي، بس اللي هو ابقى في كمان خلاص انا في بيني وبين اللويالتي بيني وبين البراند. خلاص انا ما بلبس غير جيليز، فانا هفضل البس جيليز على طول لان هو مريحني، بس انا بديله القديم عشان شكله بس ما عايز اغير والبس حاجه جديده. اوعدك ده هتلاقيه فيري سون عندنا
بينا. يلا بينا. وامازون بقى اشتغلوا لنا على الموضوع واحنا ده. بنفكر فيها ونظبطها. يلا مفيش بينا مشكلة. يلا بينا. يلا بينا. نورتونا، شكرا ميرسي جدا ليك. شكرا ميرسي جدا، قوي. وكل سنه وانتم طيبين وانت طيب يا سيدي. وعيد سعيد ورمضان كريم وكل المناسبات اللذيذه. ساندرا عزب نورتنا النهارده، الشريك المؤسس لبراند جيليز، وكمان مها ثاقب رئيس خدمات الفاشن سيلرز في امازون مصر، وكلام كتيره جدا 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 على امازون، وازاي امازون بتساعد بشكل كبير للسيلر ان هو يكبر اكبر واكبر واكبر، ومش مجرد ان هي منصه بتساعده بس ان هو يبيع وتسوق الحاجه اللي هو بيبيعها، لا ده بتساعده علشان يطور كمان المنتج اللي هو بيعمله. احنا عروض العيد او تخفيضات العيد خلصت امبارح على amazon.eg، لكن زي ما فهمت من مها في شويه اكستنشنز كده مكمله لسه، فتقدر تستمتع كده بتخفيضات العيد لسه موجوده على amazon.eg. وطبعا هديه عيد الام ما ننساهاش من amazon.eg عشان تبقى سهله وتجيلك بسرعه. شكرا جدا جدا، ميرسي ليك. نورتونا، كل سنه وانتم طيبين.